حسام الوهراني ناس بزاف عرفاته عن طريق الفيديوهات الحراقة، يدير انترفيو في الشارع في كل مكان ويهضر مع الحراقة بصفة عفوية. لكن في لحظة يعني بين ليلة وضحاها أصبح الترند الجزائري. علاش؟ وش دار؟ لأنه عرضوه في قناة النهار. هذه حاجة ما تعجبوش منها، لأنه مادام قناة النهار دايرة حصار يا تكون فضيحة يا فيها البوز هي فيها حاجة غير عادية. لأنه سياسة القنوات مثل هذه قناة النهار وغيرها هي سياسة خالف تعرف. فبالطبع جابوا حسام، وحسام ما كانش عنده شخصية في تلك الحصة. ممكن مازال صغير، ممكن مازال ما يفهمش، ممكن التخلع بالتلفزيون غيرها، فولا يلبس ويطيش. علاش؟ الإنسان هذا عنده مشكل في قلبه. مع كل احتراماتي لك الأخ حسام، راح ننتقدك في بعض التناقضات اللي شوهت الموضوع تماما، وحبيت تشوه الناس وهذو اللي ينتقدوك. يعني ينتقدك واحد زوج بالك باش ينتقدك الشعب كامل؟ لا، ماهوش فارغ الشغل. تقولي باش يديروا بها الباز؟ لا، شكون انت؟ الناس ما داروش الباز بمواضيع بزاف، يعني غير انت اللي فارغ، يعني انت بقيت انت هو الموضوع الوحيد. لا، هذا فكر خطأ. لانك تكلمت حاجه كبيره عليك بزاف، والشعب هذا تقاس في بزاف حوايج خاصه الحراك. قبل ما نبدا لك في التناقضات نتاعك وندير لك واحد الفيديو هكذا باش نحطك في الحجم نتاعك الطبيعي. قبل هذا لازم نقول لك باللي كي يعرضوك الحصص التلفزيونيه لازم تروح بشخصيتك اللي كنت فيها. انت يوتيوبر على بالي تخلعت ومنها وقلت هضرت مع سلكينك والناس وتعرف لي تلفزيون وبديت تلاشي وطيش. وكي جاوبت قلت لهم انني غلط، بس قلت لهم باللي انني هضرت على الباسبور. يا اخي ما تجاوبش، ما تكاموفليش السيئه بالحسنه. لما دخلنا الاشياء الجيده اللي درتها، الناس جاوباتك او الناس انتقدتك على الشيء السيء والخطا اللي درته بكل بساطه. حنا ضد انه انسان يسبك بالطبع، وضد هذا الشيء، لكن بيناتنا نعرفوا باللي اصلا انت يوتيوبر لازم تتحمل النقد من هذا النوع وتنتقد الناس بطريقه عنيفه. لا، لانك انت راك دير فيديوهات فتتوقع حتدخل في الترند وتتوقع انك تدير البث في اي لحظه. باش ما نطولش الفيديو، اول انتقاد اللي حنتقده قبل ما ندير الفيديو الاصلي، كاينه حاجه الاولى، انت تقول بلي عبرت عن رايي. يعني هذا من اغبى الاشياء اللي سمعتها من عندك. كيف انت تعبر عن رايك في التلفزيون، تعبر عن رايك في موضوع كبير عليك؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه، اذا عبرت عن رايك، الناس اذا داروا ردة فعل على الراي تاعك وعبروا هما عن رايهم، علاش قلقت؟ وعلاش زعفت؟ وعلاش ما حبيتش؟ وعلاش راك تلبس الطيش منه ولهيه؟ كيف انت عندك راي تقوله واللي عندك 4 سنين في الغربه، يعني عندك يومين، والناس اللي عايشين 20 سنه كي ينتقدوك ولاو هما غالطين وانت صحيح؟ بركي قلت لهم بلي الغربه راهي مالا، باش نقول لك مالا، باش نجاوبك على الموضوع تاعك بلي الغربه طونجي وفيها وما فيهاش وتروح ما فيهاش. الرسول محمد عليه الصلاه والسلام دار هجره من مكه لمدينه، هذه باش تكون في علمك. وما راحش في الترام وما راحش في الطياره وما راحش في البابور، راح في الصحراء. قصة اليمامة والعنكبوت والأعداء يتبعوا فيه، وزيد دا واحد الطريق اللي عمره لا كان هذوك السكان هذوك الجزيرة العربية لا كان داو هذيك الطريق للخطورة تاعها وللشدة تاعها، فيها العقارب، فيها الحيوانات، فيها وحوش وغيرها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم راح في هذاك الطريق. كان قادر يقول بلي هذه راهي تهلكة وما لازمش نروح لهيه ولازم نبقى في مكة ونحارب. لا، شفتوا كيف نفسها بعد نفسها. يبقى كنت لازم تحكي في قناة النهار أسباب الهجرة، ما تقولهمش الباسبور محتاجين باسبور. هذيك يا جماعة لازم تفهموا بلي الباسبور هو من حق كل مواطن في كل العالم، الجزائري والجزائر. وهذا من كلامك انت وغيرك راه يثبت بانه الباسبور المغربي ولا التونسي ولا المروكي ولا الليبي ولا من اي دوله يمدوا لهم الباسبور، القنصليه تستقبلوه. لكن حنا في الجزائر مازال المواطن الجزائري ما عندوش كرامه في الخارج. يا جماعه الناس بكل على بالهم بها، القنصليات راهي ما تستقبلش المواطن الجزائري، تستقبل بالوجوه بالمعرفه وبالحوايج بزاف وبالدراهم. كما قلت انت في التلفزيون راهم يمدوا لكم حتى بون في الفيديوهات تاعك قلت لهم بلي الباسبور تاعك باش درتو 3000 اورو، دومونديو عليه. شكون اللي دومونديك 3000 اورو هذا باش يجيب الباسبور تاعك؟ فحنا بالنا بالفساد وحقره تاع المواطن الجزائري ما عندوش قيمه. لذلك فما تكونش متناقض. انت عبرت عن رايك، هادو الناس عندهم خبره هذيك مدوا رايهم وهذاك مدوا رايه. حنا ضد هادو الناس يسبوك كسب وشتم، حنا ضد هذا الشيء. لكن حنا ثاني عبرنا عن راينا كما انت عبرت عن رايك، فما لازمش تقلق. كيف انت صحيح والناس غلطه.
ماهوش واحد ماهوش زوج أو الجزائر كامل دخلت كترات. هذه حاجة. ثاني حاجة يا حسام الوهراني، راح نعاد لك ونبريفيك في هذا الفيديو، نبريفي كل الشعب الجزائري، وماهوش موضوع تاع النهار خلاص باش نبريفي لك باللي ما تدخلناش قناة النهار ولا التلفزيون ولا الحصة. لا رحت الفيديوهات تاعك انت شخصيا، لقيت واحد الفيديو اللي عبر بكل صريح العبارة لغويا وشكليا ونفسيا بانك انت ماكش حاب الحراقة يطلعوا. باش يكون في علمك رشاد ما بضل هذا الفيديو راح نحاول نطمس ممكن نطمس الوجوه، مانيش حاب ندير وجوه، لكن راح تسمعوا الصوت اكثر، لذلك فنسمعوا مع بعضنا الفيديو كاملا وراح نرجعوا لاخ حسام الوهراني. يلقى الخير. مرحبا بكم. الخير مازال كاين في الاوروب. يكذب عليك كاذب يقول لكم كاش الخير. كاين الخير في الاوروب، مازال الناس تخدم وراقيها، ومازال كاين تقدر دير ساعي خويا الحلال برك. انت ماك دير يا صافي سيري سيرتا يا ديماك دير بصح ديفيرونس كبيره بين لي زاني 80 ولي زاني خويا العزيز تاع 2023 اي تو سايد. واش علاقة الحراق هذاك راه يقول لك باللي تقدر دير وانت تقول لهم باللي لا، تسمى قاعد تفشل في الانسان. يعني انت هو اللي حاكم فرنسا، الحمد لله يا ربي ماكش حاكم فرنسا لدرجة انك توزير ولا سينو راك حوستهم كامل. هو يهضر لك باللي كاين المعيشه في فرنسا، كاين المعيشه في الاوروب، تقدر دير هو يقول لك لا تسمى 80 ماهوش كما 2023. علاش راهو يحاول يمد واحد الطاقه سلبيه ويمد واحد الافكار سلبيه. دوك تتاكدوا من الحسد تاع هذا الشخص باش تفهموا باللي احنا ماناش غالطين كي ردينا عليه وكراشيناه، لانه هو كي بدا رايه قال رايي والشعب كيرد وقال له باللي غلط. كيف هذا طعم خير الناس عندهم 20 سنه حرقه يقول لك لا هذاك كراش. لا ماهوش كراش، هذاك ثاني راهو رايي. خلينا نكمل الفيديو باش نفهموا اكثر. ديفيرونس توسي خويا يا بيان سور دير بصح يكون ديفيرونس تاع بكري وتاع ضروري هذه باينه. الخير تقدر دير واضح كاين الخير كاين يطول بس تدي نورمال. حسام ماك تشوف خويا تطلع بزاف ناس، كاين ناس دايرين حلال. صح شوف حاجه نقول نشوف حاجه تاع الصح. حبه تفاحه تقسمها على زوج تاع بنات ولا تقسمها على 15 ولا 20 واحد خير ينقص. الدنيا كيما في الغربه ولا الدنيا راهي كيما جا باينه. دوك الناس راهم يزيدوا الحركه، راهم يزيدوا الناس كاع عم يطلعوا هنا الغربه. الخبز تنقص صافي. لازم انت شدير، لازم لك ديما لي بروغرام جدد. الحمد لله يا ربي ماكش حاكم فرنسا، الحمد لله يا ربي ماكش حاكم الدخنه تاع الاوروب، الحمد لله يا ربي راك جزائري بسيط جدا وعندك يومين ملي راك في فرنسا فقط. لو كان جات عندك 10 سنين راك تطيح لهم بالواحد. راكم شاهدوا جماعه راك سمعتوا بوذنيكم باش ما يجيش حسام يقول لك لا راك محضرتوني راك مديت مثال. الناس اللي ما فهموش الفيديو راه مد مثال التفاحه وقال لهم بلي هذا التفاحه، تخيلوا انتم التفاحه هذا زعما هذه اوروبا، والحراقه كل ما يطلعوا ولا المهاجرين كل ما يطلعوا التفاحه هذيك تنقص. معناتها باش نتقاسمها انا واحد لو نتقاسمها انا واربعه. قال لك الخبزه تنقص وزاد دار براسو هكذا، يعني ما يعجبوش الحال. معناتها ما لازمش يطلعوا الحراقه بزاف. معناتها حنا لازم نصوتوا على ماكرون ولا هذيك لوبان هذيك اللي ضد العرب وغيرها باش العرب ما يطلعوش، ولا باش العرب نحبس باش تفهموا شكون راهو يحارب في الحراقه بعد. راهو يحاربوا فيهم الحراقه بعد، يعني باش تفهم بلي راهي فوضى منظمه. كاين واحد الفيديو صادفته في يا حسام في الفيديو قديم، واحد الفرنسيه حكيت واحد الموضوع اني كنت حوس عليه في الارشيف ممكن نديره لكم. واحد الفرنسيه قالت علاش المهاجرين هي من اصل جزائري، علاش المغتربين مثلا انا نطلع من فرنسا، علاش كي نقعد في فرنسا نولي انا نقول واحد من لا فامي لا ما طلعش ماهيش مليحه انا نهبط الجزائر باش نبان بلي ماهيش مليحه، لكن ما شفتش حتى واحد هبط. غير انسان مريض ومدمن ولا كريمينال ولا دار مشاكل يهبطوه، بصح مش شفتوا واحد جماعه راح اوروبا وهبط، يعني رجع لبلادو يعني في حاجات نادره جدا. فقالت بلي علاش العربي ولا الجزائري ولا شمال افريقيا علاش كيروح لاوروبا بعد ما يصطادي فيها يتبدل يولي يكره يعيط لافامي تاعو ولا ماذا بيه ما يطلعوش، ماذا بيه راني في الخلا وتلاحظوها في اوروبا بلي هاد لي زيميغري هادو تلقاهم ما يعرضوكش ما يضيفوكش يكرهوا، حتى لو كانوا يضيفوك فوق القلب. وهذا الدليل التاريخي كي كانوا لي زيميغري بكري كنتشوفوا عليهم في التسعينات كانوا يجيو من اوروبا يجيو للجزائر يستغلوا مساكن عائلات الجزائريه، كانوا يطيبوا لهم يستقبلوهم يضيفوهم زعما باش يقوموا بهم، ولا يبعثوا لهم غير كادوات اللي كنتشفاو عليها بكري، غير باش يبعثوا لهم شويه كادوات من فرنسا باش يقولوا بلي فلان بعث لي من فرنسا، برك ما كانش هدف واحد اخر انهم يهاجروا.
لكن لي زيميغري كانوا يستغلوا هذا العقليه هذه، كانوا يجيو يضيفوهم بالشهر، كلش باطل، ماكله باطل، كلش باطل. هما كانوا عندهم طوموبيلات وعندهم الدراهم وعندهم كلش، ما كانوش يصرفوا حتى على اوتيل. حتى باش فاق الشعب الجزائري على هذه العقليه، ما ولاش تلاحظوا دركا ما ولاش حاجه عقليه يسموها هاك ميغري ولا ميغريه جات. لاحظوها باللي خلاص ولات حاجه عاديه. باش تقول باللي اوروبا هي تفاحه وكل ما يكثر الناس تنقص الخبزه، عيب عليك. هنا اوروبا ماهيش ملكك، والرزق على ربي، ومش الحراق اللي حيحبسوا الرزق على اوروبا. جاو اوكرانيا اكثر من 2 ملايين مهاجر. لا ما درتش عليهم بلي هم 2 ملايين ضربه واحده من الحرب راحوا اوروبا. علاش ما قلتش بلي الرزق يقطعوه هما؟ تسمى الرزق قطعوه ولات بلادك. هذه الحاجه اللي كرهتك فيها، الحاجه اللي فهمت الحسد والنفاق تاعك انت. فننصحك يا حسام، حنا ما واحد ما يكرهك من الجزائريين، جزائري وقتها يعاملك بالترندات هذو، كيشوفك بلي انت يعني درت حاجه رخيصه وزدت اكدت الرخص تاعك. كنت قادر في لحظه تخرج فيديو قال سمحوا لي يا خالتي انا غالب رحت للتلفزيون ما عرفتش نهضر، خلطها انا حكيت شويه على الباسبور منها بس، لكن غلطت صح كيما قلت نتوما الحرقه ولا مش حرقه ولا كذا. وهذا الفيديو ثاني واش تقدر ترد عليه؟ تتفاح اوروبا تفاحه والحراك يطلع وتتقاسم الاخرى تنقص. واش حاب تقول؟ ما انت كنا نطلعوا بكل الجزائر كامل، حاب نطلعوا فرنسا ثاني ما تصلحش، سما انت اللي تحكمها. الجزائر كامله، الجزائر والمروك والليبيا حابين يطلعوا اوروبا. ما انت كون جيت في برلمان دوك انت تصوت، اول واحد تصوت اللي يطلع تقتلوه حسب العقليه تاعك. الميغري القاوري الاصل الفرنسي الاصل ما دارهاش، انت حديرها. وهذه الخطوره تاع الحرقه، انك اذا لقيت ولد بلادك ضرك، اذا رحت الحرقه ولد بلادك هو اللي ضرك ولا هو اللي داك الطريق اللي ماهيش مليحه باش يضرك، باش يوضرك، باش يطيشك، باش ما تقعدش معاه وباش ما تخدمش حداه. فهمتوا ذاك الفيلم جماعه؟ فهمتوا على الانسان كي كان حراك كان يهضر بالحرقه لانه ما كانش مجرب، وكي ضاق الكواغط وضاق السيتياسيون تاعو تلقلت ولا يقول لهم بلي الحرقه ما طلعوش، ما تقولوش ماهيش مليحه. علاش؟ هو ماذا بيه ما يجي حتى واحد من جهته، وماذا بيه ما يجي حتى واحد يعرفوه يقول له يا حسام عاوني بدراهم، يا حسام عاوني بماكله. هو ماذا بيه ما يجيوهمش. واش يديروا دوك يوليو يحاربوا هذا الشيء. باش تفهموا التناقض الكبير، وهذا الفيديو نتمنى ترد عليه يا حسام. ما تردش عليا انا قلت لك بيني وبينك ما كاين حتى حاجه، انا محترمك، ولكن كي شفت الفيديو غير ترد بواحد النفاق هكذا. لا الفيديو تاعك راه موجودين، راك في تناقض كلي، راك غير تلبز وتشالي برك، والله ما على بالك واش راك تهدر، ما عندكش المركز اللي تهدر منه، قاعد غير تلبز وطيش، راك حاز الحراقه باش يطلعوا بزاف. كانك انت حتنظمها وحتقول ما طلعوا يومين في العام، ولا يطلعوا 10 من الناس في 6 شهور، يطلعوا 10 ما تزيدوش، باش ما تقطعوش خبز على خاوتكم. سما انت هو الحكومه، انت هو اللي حاكم الاورو وحاكم البنك المركزي تاع امريكا وتاع فرنسا. قال انت هو قداه تجي. ما انا كنت قادر تجاوب في قناه النهار باللي كان 2 ملايين حراك، 2 ملايين مهاجر من الحرب تاع اوكرانيا راهم في اوروبا، وفرنسا دات نسبه كبيره منها راهم في اوروبا، المانيا دات وراهم يخدموا فيهم، ولي زيميغري تاعنا ما يخدموا. واحد ماش قال لهم اللي فرنسي، واحد ما قال لي فرنسي قال لهم طيشتونا الخبزه، واحد ما جا من اوكرانيا قال لهم طيشتونا الخبزه، واحد ما جا من المانيا قال لهم انتم المهاجرين طيرونا الخبزه. الناس بوك تخدم، الناس بوك تساق الشوماج، الناس بوك لاباس عليه. فيا حسام حبس النفاق هذا واركح شويه، خلي ما تخليش الموضوع هذا يفوت الليميت وطيح القدر تاعك برك وزيد دخل امك في القضيه. عيب عليك، امك ما تدخلهاش في الفيديوهات، او عيب امك ما تدخلهاش باش تستلطف الناس والعاطفه تاعهم. عيب ما تدخلش امك، لانك انت تهضر كيما هكذا. اي كانوا عندها ولدها راهو حراق، راهو ثاني كي تسمع هضره تاعك باللي الحرقه ماهيش مليحه ولا مش مليحه والمعيشه مش مليحه راهي تقول ولدي يكذب عليا، ولدي ماهوش عايش مليح، ولدي راهو يكذب. تسمى الام تولي متحيره على جرتك انت، على جرة الغباء تاعك انت. يبقى ما تكونش غبي من فضلك، راك انسان يوتيوبر عارف واش تنطق، راك انسان تقدم في محتوى الحراقه، الناس الاهل تاعهم يتبعوا فيك باش يشوفوا ولادهم. فمادام عندك محتوى هذا راني نشجعك عليه، وراني من الاولين ندعمك، وراك ولد بلادنا ومانيش حنكرهوك، ولكن لازم تخرج تعتذر رسميا بصفه كامله باش تنتهي هذا الغباء وتنتهي هذا التهجم ليك، باش تقدر نصيحه ليك كيوتيوبر باش تقدر ترجع للساحه وتقدر تسجل فيديوهات عادي. اما لو كانت تخليها كيما هكذا راح يكبر الغل هذاك للناس وتقدر يصير لك مشاكل برا، وهذه ما ننصحكش بها. فتقدر تطلب السماح ما فيها والو، مش حطيه من كرامتك. قال انا صغير، قال والله ما نعرف، حضرت في القناه خلط لبست
ما كانت عندي شخصيه قويه، تعلمت من ولاد بلادي، فهمت بلي الحرقه فيها وعليها. ما تقدرش انت تحبس البوطي كيروح، ما تقدرش انت ديماري البوطي كيروح. اللي حب يروح يروح، اللي ما حبش يروح هذيك مشكلته. كل واحد والهم تاعو، كل واحد ومشاكله، كل واحد من وصلت لدرجه الغب نتاعو. فماكش انت اللي حتحبسو، ماكش انت اللي حتقول له روح، مش انت اللي تقول له تجي، وماكش انت اللي حاكم باب اوروبا. انت كي رحت مليحه، انت كي رحت لقيت خدمه ولقيت باس تزوج ولا باس عليك وشعريك وكلش، وهذوك اللي جايها ماكمش حتلقاو رسمي، ماكمش حتلقاو. يعني انت لقيتها بس حتجي مقطوعه. هو النفاق، هذا هو النفاق وهذا الشر. والدليل هذاك هذا الفيديو درته لك انا، نتمنى انك تجاوبني عليه اذا قدرت، لانه اذا تجرأت وجاوبت على هذا الفيديو ثاني وتبدا تتبرر، انا نعرفك بلي عقليه خامجه وما كان لازم نتبعوك. بس تعرف على الاقل حاجه، غلطه عادي ما تحس مع الله، ما حق نكون خندق. غلطت عادي، هضرت بس من الحراقه، غلطت عادي، قال هضرت بس اسمحوا لي، مديت رايك. هذو الناس اللي مد راي مدوا رايهم على اعتزاز. انت مديت رايي، هو مدوا راي، ماهوش كراش. اذا كنت انت اللي كراشيت، ماذا انت كراشيت وما كراشيوك، ما انت في زوج كراش وفي زوج راي. علاش تخلق وعلاش حاب تفرض رايك عليه؟ لا تحب تفرض منطقك، وهذا خطا يا جماعه. هذا هو جماعه يا اخو وسام، نتمنى نحترموا كامل ود بلادنا مهما كان. حرك ولد وربي يزيد. لكن اعرف واش تنطق، راك يوتيوبر، اطلب سماح ورجع للقناه نتاعك. بالعكس راه دار اسم دوكا ولا فيه تفاعل كبير، والحمد لله ناس بوكو خدمت بيك ولا بلا بيك، داروا الباز كيما انت، كيما الفيديوهات اللي جايين كيما 406 كيما 100 مليون. هادو دي باز يجيو هكذا، حوايج يجيو الناس تخدم بهم، وهذا شيء طبيعي وانت على بالك بها كيوتيوبر وتخدم بهذه الاشياء. لذلك فما تنفقش بزاف وما تقلبش روحك انت مركز الكون. هادو فيديوهات انت سمعنا ينساوك نورمال يا حسام، سمعنا ينساوك، شرط انك تطلب سمعنا ما بعد ايام ينساوك يروحوا لحاجه جديده، ما تخسرش راسك. من البطحه راحوا الله جاو حسام جاو الامام القطه، من الامام القطه دوكا خرج رجل من المدينه، وهي رايحه كيما هكا الدنيا. هذا هو الباز، هذا هو الانترنت. مرحبا بك في عالم الميمز. سلام.